وهنخش بقى على طول في مثال يوضح لنا الكلام ده. تخيل اننا عندنا صورة التشيك بورد او مربعات الشطرنج دي. للسهولة اعتبر ان انا اخترت المربعات بلورد شوية او ناعمة شوية، وللسهولة اكتر هناخد سطر واحد بس من البيكسلز بالشكل ده عشان نتعامل فقط بشكل افقي مش افقي ورأسي مع بعض. زي ما انت شايف الصورة في الاخر هي شوية بيكسلز مرصوصة ورا بعض، وكل بيكسل ليها قيمة لونية من 0 للاسود الى 1 للابيض وما بينها. لو رسمنا قيمة اللون لكل بيكسل مع رقم البيكسل نفسها هيطلع جراف شبه موجة الساين ويف، وبالتالي انا حولت الصورة لإشارة تشبه الموجة، وبالتالي اقدر اقوم عليها بالعمليات التي اقوم بيها على الموجات الحقيقية. وهنا طبعا استخدم عليها عملية ايه؟ ال FFT أو ال Fast Fourier Transform، وهيطلع من الرسمة المليئة بالبيانات دي رسمة الجراف التاني في الفريكونسي واللي فيها معلومة واحدة بس. وبكده قللت قيمة ال10 أو ال20 قيمة اللي بيفضلوا يتكرروا بعدد البيكسلز في الصورة إلى قيمة واحدة بس عن طريق إني أخزنها في الفريكونسي دومين. طبعا هحتفظ مع قيمة الفريكونسي دي بشوية بيانات زي الصورة حجمها كام في كام وشوية تحابيش كده، بس أكيد ده أوفر بكتير من لو عندي صورة مثلا 1000 في 1000 بيكسل وأحتاج أحتفظ بقيمة لون كل بيكسل للمليون بيكسلز. وبكده أنا نجحت أضغط الصورة وأصغر حجمها.